السلام ورحمة الله الإخوان. هاد اللقطة الإخوة اللي كتشوفوا ورايا طلعت البارح ما بين أخوماش ودياز، كانوا تناقروا، كانت واحد المناوشة في ماتش ديال الريال مع ريال فايكانو. وقيت السي الحجوي المحلل ديالنا اللي متبعينو تبارك الله عليه، ولكن هو الحجوي كتب على أنه راه كاين مشكل في المنتخب الوطني، يعني خاصهم يتذاكوا الأمر. أنا كنقول السي الحجوي ما كاين لا مشكل لا والو. هاد اللقطة هادي عادية في كرة القدم، عادية مناوشات واخا يكونوا لاعبين ديال المنتخب الوطني، حيت كله كيفاش حللها. كاين اللي كيقول لك كعليه علاقه بالبانين كالي دار كلش كيقول كلش كيحلل، راه ما كطيح البقره كيكثروا الجناوه ديال طبيعه الحال. يعني هو راه عادي هاد اللقطه ديال الاخوان راه كتطرا في منتخبات كثيره، والمنتخب الاسباني ما قلتوش على هذا راموس كيتضارب مع بويول واحد النخشه لي كروشي مع التصرفيقه كاع، وفي الاخر كتلقاو مجموعين في المنتخب الوطني عادي ما كاين والو. هادشي كيكون عادي، الدم سخون وداك الشيء راه عاديه. بويول ما خلى معاه من الضارب، وداك راموس ما خلى معاه من النوضه في المنتخب الاسباني، وراه رجل وداد هذا نيت كينوضوا في الديربي ويتقاتلوا في الاخر كيتجمعوا في شي معسكر وعادي بحال ما كاين والو. هادشي عادي في كره القدم، عادي جدا. يعني الانسان كيبقى يأول وصابي لا راه كاين مشكل، لا راه كاين على ابراهيم دياز حيت دار البانيكا، وي راه كاع المغرب كاين عليه، كاع المغرب فاقسه هذيك البانيكا اللي دار. ولكن باش نشدوا هاد الصوره هادي ونقولوا راه كاين مشكل في المنتخب كبير، وكاين المشكل اللي كاين في المنتخب حاليا وهو الدركراكي خصو يساق الصاك ديالو ويزيد ويخلي سكيتي ويكمل. هذاك المشكل اللي كيبان ليا. والله اعلم الاخوان، تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.